السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى، انا جايه لكم النهارده في فيديو مختلف عن فيديوهاتي بتاعه الطبخ وكده. انا النهارده كنت رايحه اجيب طلبات للبيت، لقيت المنظر ده زي ما انتم شايفينه. صعب عليا الكلب بياكل من البامبز، فصراحه عينيا دمعت من المنظر. ازاي احنا وصلنا للدرجه ديت؟ حتى مفيش رحمه ان اي حد يدي اي اكل للكلب. انا رحت عند الراجل بتاع الفراخ وقلت اجيب لهم ايه، رجول على عظم كده وروس زي ما انتم شايفينه كده، على قد بقى ايه يعني. قلت يعني ان انا اعمل ثواب، وكمان ان انا بقى ايه على المنظر دوت. فقلت اجيب لهم والله يعني على قد ما اقدر. يعني جبت ب10 جنيه، ب5 جنيه اللي تقدروا عليه هاتوه. انا جبت ب10 جنيه زي ما انتم شايفين كده. فقلت برضو زي ما احنا بناكل الحاجة واحنا بنغسلها، طبعا لازم اغسل لهم زي ما انتم شايفين كده. جبت كده ليمون وحبة خل وحبة دقيق، غسلتهم لهم علشان برضو لما يجي ياكلوها ما تبقاش في ريحة زفارة. انا مش هسلق ولا اعمل اي حاجة علشان الكلاب بتاكل الحاجة وهي نية كده. لو سلقتيها وعملت عليها البهارات والكلام دوت هيضر الكلب. الكلاب بتتضر من البهارات ومن الحاجات دي. لكن اغسليها زي ما انا غسلتها زي كده واعمليهم وارمهم لهم كده. الكلاب بيستمتعوا بالاكل وهو الحاجه هي نيه. خلاص يا حبيب قلبي، انا غسلتهم زي ما انتم شايفين كده، وقلت لا انا هبقى اعبيهم بقى في كيسه كده وهنزل اروح للكلبه ديت اللي انا شفتها. لقيت صراحه عندها كلاب كتير، فرمت لهم ان كله فاضه وكله ياكل زي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي. شايفين المنظر؟ لو حد يقدر يعني، لو ب5 جنيه تأكلي أي كلب أو أي قطة هتاخدي عليهم ثواب. يمكن الثواب ده يدخلك الجنة. يلا يا حبيب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.